مساء الفل عليكم. ما ينفعش نقول عمارة ونيجي نتكلم عن العمارة المصرية وإن ليها علاقة بالمناخ وليها علاقة بالموقع الجغرافي وليها علاقة بحاجات تاني كتير، ونطلع نقول دي عمارة إسلامية، ويجي واحد من الناحية التانية يقولك دي عمارة مسيحية، هيطلع لك واحد من حيث لا تحتسب يقولك طب ما احنا نسميها كمان دي عمارة يهودية. وأنا هنا بستند على نقطة مهمة جدا، إن الأماكن اللي روحتها في بلاد مختلفة، سواء زرت كنايس أو مساجد أو جوامع كبيرة أو أديرة، دي حاجة ليها علاقة بالموقع الجغرافي والبيئة. يعني احنا مثلا الدنيا عندنا حر، فلازم نعمل حتة في الجامع زي اللي فوق دي متغطية عشان الناس تقف تصلي فيها، ولازم نعملها مع مسارات الهواء عشان الناس وهي بتصلي ما تفطسش من الحر. في بلاد تانية الجو مطرة طول اليوم ليل نهار، فلازم المسجد يبقى متغطي. وده ملوش اي علاقة بالدين، يعني الدين ما قالكش ان انت لما تعمل الكنيسة تعمل فيها قبة ولا ما تعملش فيها قبة، ما تعملش في الجامع تغطيه ولا تكشفه. ده ليه علاقة بالبيئة والمناخ اللي انت موجود فيه. النهاردة وانا معاكم في مسجد من يمكن لما تشوفوه المرة الاولى تحس ان هو ممكن يكون مسجد بدائي، مفهوش عناصر معمارية معقدة، مفهوش كاليجرافي، مفهوش زخارف كتير، الحاجات بقى دي اللي ايه بتاخد العين، مفهوش سيراميك الوان وازرقات واحمرات والوان. انما هقول لكم حاجة، انا مش عارفة انا جيت الجامع ده كم مرة يعني من ساعة ما اتخرجت من زمان قوي، وباجي كتير يعني دايما، خاصة لما بشتغل مع فرنساويين بيحبوا جدا مسجد احمد بن طولون. لكن هقول لكم ان النهاردة اول مرة اشوف الحتة دي بتاعة الزخارف. بصوا بقى، عشان تقدروا تتخيلوا انا فين. العقد اللي فوق ده، دي الزخارف اللي عليه. طبعا اكتر جانب الناس بتبقى موجودة فيه الحتت دي معظمها متكسر، عشان كده بناخدش بالنا منها. لكن انا في ده الجدار اللي قدام القبلة، ده اللي جنب القبلة على طول، يعني القبلة ورا هناك، وده عامل معاها زاوية قايمة. بصوا بقى الحاجات الزخارف اللي موجودة فوق اشكالها عامل ايه. بصوا كده، شايفين الوحدات الزخرفية؟ لو ركزنا شوية ممكن نطلع منها نجمة، لو ركزنا ممكن نطلع صليب. بصوا في دي، صليب معقد شوية، واحدة زخرفية جديدة. طول ما انت ماشي بتشوف حاجات كده غريبة قوي في الجامع ده، يعني مفيش واحدة زخرفية خدناها بعدين في اي حاجة في كنيسة ولا في جامع ولا حتى في معبد يهودي ما طلعتش من هنا. بصوا ايه بقى ده، ايه ده يا جماعة؟ ودي في حتت مش باينة، يعني انا بقول لكم جيت مش عارفة كام الف مرة هنا الجامع وعمري ما خدت بالي من الحاجات دي. اللي عايزة اقوله ان مفيش ضرورة انك تعمل حاجة زخرفية في الحتة دي، لان ممكن محدش يشوفها اساسا. يعني انا باجي وبركز وبقعد ابص وبدي الناس بريك، بديهم فري تايم، في الوقت ده انا بقعد الف بقى اشوف حاجة جديدة، ابص اشوف حاجة تقول لي حاجة في المكان، ومع ذلك انا عمري ما شفت الحتة دي. فانا مستغربة، انا النهاردة وانا جاية كده بصور وببص عملت كده، يا لهوي ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، بصوا بقى بصوا. بصوا احنا ماشيين كده كمان من هنا بنشوف القلعة. نجمة تاني، ميدان اللي في نص الجامع. هفضل اوريكم في الوحدات الزخرفية اللي موجودة فوق لغاية ما نخلصها، لان بصوا في حاجتين مهمين هنا في الوحدات الزخرفية. اول حاجة الحتة اللي هي في الحنيات، او ال الاجزاء بتاعة الارشات دي كلها مزخرفة باستثناء اللي اتكسر يعني وباظ. تاني عنصر زخرفي مهم هي الشبابيك. ممكن هنا ما يكونش عندنا عناصر زخرفية زي اللي بنشوفها في أماكن أول ما تخش كده تحس إنك تهت في الزخارف والزحمة، لكن الحاجات هنا معمولة بشكل بسيط زي الأعمدة مثلا، ما عندناش أعمدة رخام، إنما عندنا أعمدة يعني بيسموها بيلر، أو مش أعمدة بالظبط، اللي هي إيه حاجات كده زي ما احنا شايفين، اللي هي حاجات مبنية، دي مش أعمدة يعني، حاجة مستطيلة كده ومعمولة في الأربع أركان بتاعتها حاجات كأنك حاطط أعمدة، لكن هي مش أعمدة.
وطول ما احنا ماشيين بقى يعني وانت ماشي هنا في الجامع لازم ترفع دماغك لفوق عشان تبص على الزخارف. بص اشكال هندسية بقى، تلاقي زهور، تلاقي صلبان، تلاقي نجمة داود، تلاقي. فانت متخيل الناس اللي بتشتغل الحاجات دي ينفع نقول عليهم مبتدئين؟ ينفع نقول ان ده مثلا تاني او تالت جامع اتعمل في مصر؟ ممكن تشوف ان بعض الاشكال بقى والزخارف دي باقي معظم اللي موجودين بقى هم كده خلاص، يعني متكسرين او بايظين او بلطوهم بعد ما لقوهم الحتة دي مكسورة مثلا، فراحوا مبلطينها عشان سلامة المسجد، لانه تعرض كمان لتخريب كبير زمان. يعني بعد ما ابن طولون عمله اتعرض المسجد لتخريب كبير. فده مش بس الترميم بتاعنا، لكن ده ترميم كمان قديم. عاوز ابني مسجد ما يتحرقش لو القاهرة اتحرقت، ما يغرقش لو الفيضان غرق مصر. عشان كده عملوا له جامع بالمنظر ده.